فخبر أسعد الجميع عودة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. والمفاجأة شقيقها وائل عبد العزيز دخل يهاجم ليلى عبد اللطيف. إيه اللي حصل؟ وليه الموضوع قلب ترند؟ خلينا نعرف التفاصيل مع بعض. وقبل ما نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. في الساعات الأخيرة خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف أثارت جدل كبير لما ظهرت في برنامج على قناة المشهد، وقالت إنها بتتوقع عودة ياسمين عبد العزيز لطليقها أحمد العوضي بعد انفصالهم المفاجئ سنة 2024. أرى عمل فني مشترك يجمع من جديد الفنانة الرائعة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، وهذا العمل المشترك سيحصد أعلى نسبة مشاهدة وبكسر الدنيا. ومن هنا أرى أن حبل الصداقة بين ياسمين وأحمد العوضي لن ينقطع أبدا. ليلى أكدت إنها من الأول توقعت طلاقهم، والنهاردة بتقول إنها شايفة إن الاتنين ممكن يعملوا عمل فني ضخم مع بعض، والنجاح ده ممكن يقربهم من جديد، ومش مستبعد إنهم يرجعوا كزوجين تاني. لكن المفاجأة وائل عبد العزيز شقيق ياسمين خرج عن صمته ونشر صورة لأخته جنب صورة ليلى عبد اللطيف، وكتب رسالة قوية جدا قال فيها: أنا بحذرك ابعدي عنها خالص يا ولية، بلا بتحبيها بلا توقعات بلا قرف، خليكي في حالك أحسن لك يا ليلى، كوارث انتي. الهجوم ده خلى السوشيال ميديا تشتعل بين مؤيد ومعارض. في ناس شايفين إن ليلى بس بتعبر عن توقع، وفي ناس تانية شايفة إن وائل عنده حق ومش من حق حد يدخل في حياة أخته الخاصة. القصة لسه مشتعلة، والجمهور بقى متشوق يشوف إذا كان التوقع ده ممكن يتحقق فعلا ولا لأ. ولغاية هنا انتهى الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في قناة وتعمل إعجاب للفيديو والشير مع أصحابك، واكتب لنا رأيك في التعليقات. هل ممكن فعلا ياسمين ترجع للعوضي ولا مستحيل يحصل ده؟